انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه الكيكه، كتجي غزاله زوينه بزاف، رطبه ومفشفشه. ها هي كتجي رطبه، ما فيه هذا ياغورت ولا الحليب، فيها غير البيض. المهم تبعوا معايا المراحل. هذه سميتها مادلينا، كيكه ديال زمان، هذه وصفه قديمه. المهم دابا ندوز المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. دابا البنات غادي ندوزو المقادير وطريقه التحضير ديال هاد الكيكه اللي غادي نصاوبو ان شاء الله. عندي هنايا 7 ديال البيضات، ولكن فرقت ابيض البيض على الصفر. هذه راه كيكه قديمه وكدار بلا ياغورت بلا حليب. هذه سنيده، السكر سنيده، عندنا 100 غرام، تقدروا ديروها حتى 200 غرام اللي فيها هي المقادير الاصليه. فيهم 200 غرام، انا درت نقصت 100 ودرت 100 غرام. وعندي هنا واحد القبصه ديال الملحه، عندي جوج ديال الفاني، اكياس فاني، عندي جوج خمارات ديال الحلوى من فئه 8 غرام، من مجموع 16 غرام. وغادي ندير نص كاس ديال الزيت، نص كاس الزيت ولا كاس لاروب ديال الزيت، العبار بالكاس ديال العنبه. دابا غادي نخلط اصفر البيض مع السكر سنيده مزيان حتى كيبيض اللون ديالو. بسم الله. نقلبو مزيان ونرجع معكم. زدت عليه السكر الفاني وضربته مزيان حتى ولا على هذا الشكل هذا. الخليط خصو يتخلط مزيان حتى يكون القوام ديالو بحال الكريمه. دابا غادي نضرب ابيض البيض، ما ديروش بحال يا البنات. انا ضربت الصفر هو الاول، غسلت هادني هادو، كان عليا نطلع هذا نضرب ابيض البيض، عاد نضرب داك الصفر واخا نخلطوه هكا، واخا نسبقو بابيض البيض بقى فيه ما يطرى ليه والو. هذا ابيض البيض راه هو ما كيبغيش لا يكون فيه لا الصفر ديال البيض، ما غاديش يطلع ولا حتى حاجه. وهذيك القبصه ديال الملحه حتى مع الصفر ما عرفتش اللي دايره. ايوا كان عليا نديرها في ابيض البيض باش دغيا يطلع. كتعاونوا ديك القبصه ديال الملحه كتعاونوا يطلع. انا دابا زدت قبصه ديال الملحه. بسم الله. غادي نقرب ملي كنطربو مزيان كيجي على هذا الشكل هذا. هو ضربته مزيان. دابا غادي نخلطو مع داك الخليط الاولاني. غادي نزيد كاس الا ربع الزيت، درت هنا شويه وغادي نبقى ندير شويه بشويه ونخلط بهذا الشكل هذا. نخلط حتى ما يبقاش يبان ليا داك الزيت، ولا ملي يطلع لي هذا الخليط نزيد عليه الزيت. نضربوه بالخلاط الكهربائي. يقدر اللي بغا يقرب غير باليد، غادي يخلطو مزيان، غير اللي يقرب بالفوي بهذا الشكل هذا. نخلطو مزيان نرجع معكم. دابا ملي خلطت اصفر البيض والسكر مع الزيت غادي نزيد عليهم ابيض البيض غير شويه بشويه. نبقى نطلعها كامل من تحت للفوق بهذا الشكل هكا.
منخلطش مزيان باش ما يطيحش لينا هذا ابيض الابيض. غير شويه نزيد، غير شويه بشويه نخلط، غير بشويه. هو كيتخلط. نكمل ونرجع معكم. وملي خلطت الخليط كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد عليه الدقيق، راه ما بقاش فيه داك ابيض الابيض كيبان، هو كنخلطو غير بشويه هكا من تحت للفوق، هكا بشويه. وكنزيد دابا عليه الدقيق. عندي هنايا 400 غرام ديال الدقيق، تنشوف شحال هزات ليا. الدقيق مغربل، غربلتو، ها هو. نزيد غير شويه بشويه ونخلط، ندير بحال الطريقه اللي درت في الاول، نخلط من التحت للفوق. ما نديروش الدقيق دقه واحده. اذا درنا الدقيق في دقه واحده راه غادي يهبط لينا الخليط، غيطيح الخليط. هكا بهذا الشكل هذا من التحت للفوق. ندورو هادي، ندورو الإين هكا، نخلطو فيه غير بشويه. خصكم تعطيوها الخطر حتى تخلط تساليو. دابا غادي نزيد الخمارات، راه زدت وحده، وحده اخرى. غادي نبقى نخلط من تحت للفوق بهذا الشكل هذا، غير بشويه عليكم. تدخلتو الدقيق والخمارات ما يبقاوش يبانو، خلطو هكا من تحت للفوق. الدقيقه كتبغي الخاطر. هو خلطت البنات، جا لي على هذا الشكل هذا. خصنا نحركو حتى هكا لتحت ديال الاناء كيتجمع فيه الدقيق. ها هو كيجي على هذا القوام هذا. انا هز ليا 300 غرام ديال الدقيق، ما هز ليا 400، حيت على حسب الحجم ديال البيض وعلى حسب الدقيق. كل واحد الدقيق راه كيختلف. انا عندي وجد هذا المول هذا كبير. الا بغيتو يطلع لكم بزاف ديروا غير المول صغير على هذا. انا غير وجدت هذا، ما بغيتش نبدلو صافي. نطلعو يدينا هكا شويه، نديرو فيه الخليط. بهذا الشكل هذا. نمسح هنايا، ما نخليوش هاد العجينه لاصقه لينا هنايا في المول، ما نخليوهاش حيت هي ما كتخليش كي كتطلع. الخليط درتو في المول، شعلت الفران واحد 10 دقائق من فوق لتحت. دابا طفيت ليه الفوق وخليت غير لتحت، نديرها في الرف الوسطاني فوق الشبكه حتى كطيب من التحت عاد وطلع، عاد نشعل ليها الفوق تحمر. ولا ملي كطيب الكيكه وكتخرج من الفران كتجي على هذا الشكل هذا طايبه مزيان. ها هي وملي كطيب الكيكه راه زينتها دهنتها بالكونفيتور ديال المشمش، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي طالعه وزوينه ومفشفشه، كتجي رطبه. وانتم زينوها بداكشي اللي عندكم في الدار. انا زينتها بهذا الشوكولات فيرميسيل، الشعريه ديال الشوكولات والفويتين. نقطع لكم واحد الطرف، نقطعها بسم الله.
راه كتجي اسفنجيه، كتجي رطبه وهشيشه، تجي زوينه. ها هي نشوفكم هاد الكيكه، ديروا لي لايك وشاركوا معايا في القناه، وبالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.